الفيديو ده هكلمك عن لو انت معاك برزنتيشن هتعمل ايه عشان تطلع معاك برزنتيشن تحفه. يلا بينا. بص يا سيدي، اولا تعالى نبدا ما قبل انك تعمل برزنتيشن اصلا وانك تطلع على المسرح، وهي انك هتجهز الباوربوينت بتاعك او هتجهز الداتا بتاعتك. حاول انك تجهز الداتا بتاعتك، انك تكتب الكلام كله اصلا قبل ما تجهزه على الباوربوينت او الداتا عامه او البي دي اف او ايا كان. قبل الفايل اللي انت تعمله ده حاول انك تكتبها كده في ورقه على جنب، تعرف حاجتك اللي انت هتعملها. 2، بعد ما عملت الحاجات دي كلها خلاص هتبدا تشتغل. حاول انك انت شغال ان كل الحاجات اللي انت هتعملها تبقى سيمبل وبسيطه وبلاش فيها الوان كتير، علشان بس الناس اللي بتتفرج ما تبقاش متضايقه من الالوان الموجوده عندك. خلاص حاول تخلي الالوان فيها كونتراست شويه، بس كونتراست خفيف، ما يبقاش كونتراست تقيل، علشان بس الناس تبقى واضح الكلام ما بينه وما بين الباك جراوند بتاعتك. خلاص احنا كده جهزنا الباوربوينت بتاعنا او جهزنا الفايل بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. يلا بينا بقى رايحين نتكلم. بس قبل ما نتكلم في شويه حاجات هنعملها. جهزنا بس لسه ما شرحناش. هنجهز بقى هنحاول احنا ندرب نفسنا على طريقه الشرح اللي احنا هنتكلم بيها. هنحاول التون بتاعت الصوت تبقى بسيطه وواضحه، ما تبقاش متصنعه. حاول تتكلم على طبيعتك علشان ما تتلخمش في الكلام. بمعنى لو انا بتكلم معاك كده بتكلم معاك على طبيعتك، انما لو انا حاولت ان انا اتكلم بطريقه مبالغ فيها فانت هتلاحظ وانا اصلا مش هبقى مرتاح اثناء الكلام، وبالتالي حاول انك تتكلم بالطريقه الطبيعيه بتاعتك. حلو تمام. عرفت انت تشرح، شرحت مره واثنين وثلاثه بحيث انت فهمت الموضوع اصلا انت هتتكلم عنه ده، علشان كل ما انت فهمت الموضوع اكتر كل ما انت هتعرف تشرحه احسن. حلو كده احنا خلاص اتدربنا على الموضوع ده، دلوقتي رايحين نتكلم ونشوف الدنيا في ايه. خلاص احنا دلوقتي جهزنا البرزنتيشن نفسه وجهزنا طريقه الشرح اللي هنتكلم بيها زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات واللي قبله. فتعالى دلوقتي احنا رايحين البرزنتيشن. طيب اولا الهدوم بتاعتك حاول انها تبقى حاجه خفيفه وريلاكسد معاك في الحركه، علشان تبقى تتحرك كتير اثناء تقديمك للعرض. بس انا قلت تتحرك كتير بس الحركه باعتدال، علشان بس الناس ما تزهقش منك، ما تبقاش ثابت في مكان واحد معين. حاول انك توزع نظراتك على كل القاعدين بحيث ما ينفعش تبقى مركز مع حد معين انت بتشتغل على برزنتيشن. طبعا انت فاهمني. طيب بعد كده انت ابتسامه لطيفه، ما تبقاش طبعا مكشر انت بتتكلم مع الناس. تمام. خد بالك ان احنا كده اتكلمنا عن ازاي ان انت مش هتتلخم في الكلام لان انت اصلا جهزت له قبل كده. حلو. احنا دلوقتي خلاص جهزنا الكلام وجهزنا البرزنتيشن نفسه ولبسنا حاجه مريحه علشان نشتغل، عشان نتحرك كتير. طيب رحنا هناك حاول انك تستخدم لغه الجسد بتاعتك، يعني مش تستخدم التون بتاع صوتك بس. حاول انك تتكلم بايدك شويه، بس ما تبقاش بايدك نوعا ما تبقاش اللي هي مبالغ فيها. حاول انها تبقى كده، بص اللي هو حوالين كوعك، يعني مثلا دي الحركه اللي انا تبقى ايدي شغاله فيها، ما تبقاش اكتر من كده، يعني عشان بس الناس ما تزعجش منك. بتوزع نظرتك على الناس الموجوده بلس الضحكه او الابتسامه البسيطه، علشان بص الناس ما تكتئبش منك، وان شاء الله هيبقى برزنتيشن لطيف. وبس كده يا سيدي، سلام.